هو انا كنت مفكر ان موضوع فيلسوف البهايم ده مجرد 100000 فيلم وخلاص خلصت الموضوع على كده، لعند ما شفت بوست حد كاتبه على الفيس شايف انه احنا ممكن نلغي تكليف كليات تمريض ونكلف مكانهم خريجين كليه علوم، مع ان انا مش فاهم ايه العلاقه ما بين الاثنين. هو تقريبا شاف ان الاثنين مجال طبي، فاللي هو احنا عادي احنا ممكن نشيل دوت ونحط دوت، قاعدين احنا على رؤوس الشطرنج نشيل دوت ونحط ده عادي، ما فيش مشكله بالنسبه له. انا فاهم ان انت عايز تعمل نفسك ايه، بس المشكله انك لا شيء، انت مجرد فيلسوف بهايم ليس الا. انت شايف نفسك فكره، في حين انك حتى ما قدرتش تبقى فقره في موضوع مفيد او محترم. هي دي المشكله بكل بساطه، تمام. ويعني اتمنى بعد كده بما ان تمريض مش عاجبك، لما يحصل لك مشكله او مصيبه ما تروحش تدور على حد تمريض، تمام. يعني لما يبقى عندك حاجه، لما يبقى اهل بيتك فيهم مشكله او فيهم حاجه، ما تدورش على بنات تمريض هم اللي يجوا يساعدوهم، ما ينفعش. بما انك اسد فخليك اسد على مدى الخط، ولا ايه؟ وحابب في النهايه اقول حاجه، اوضح حاجه بالنسبه للناس. خريجين علوم، دكاتره معامل، طب، تمريض، صيدله، كلنا مجال طبي، كلنا مجال طبي. المجال الطبي ما بيقومش بحاجه لوحدها. يعني المجال الطبي لو ما فيهمش دكاتره المعامل خريجين كليه علوم، المجال الطبي مش هيكمل. المجال الطبي لو ما فيهوش الصيادله مش هنكمل. فده اللي انا حابب اوضحه، انه احنا الكل مع بعض بنكون المجال ككل. فاللي هو ما يجيش واحد زي دوت فيجي يفرقنا، ما ينفعش، لازم نتجمع لمصلحه المريض. تحياتي ليكم.